تخيل تكون قاعد في حفلة أسطورية وكل الناس بتحسدك على ثروتك، وفي نفس اللحظة دي بالظبط في ناس تانية بتجهز لكابوس هيقضي على حياتك. الفيلم بيبدأ بحفلة فخمة جدا شغالة جوه شقة خيالية في مدينة نيويورك. المكان الشيك ده بتاع واحد اسمه توم مولين، راجل غني جدا وصاحب شركة طيران ناجحة. توم عامل الحفلة دي عشان يعرض إعلان جديد بيحكي قصة كفاحه الشخصية، إزاي تعب واشتغل لحد ما بقى مليونير بمجهوده. الإعلان بيعرض بكل فخر إزاي هو بنى شركته من الصفر من غير أي مساعدة أو فلوس من عيلته. بيركز على نجاحه اللي عمله بنفسه. بيقول في الإعلان: إحنا لسه صغيرين في السوق، بس أنا عمري ما كان هدفي أكون الأكبر. طول ما الحفلة شغالة الفيلم بينقلنا بين مشاهد الضيوف اللي بتضحك ومبسوطة وموقف تاني ضلمة ومخيف في مكان تاني خالص. في مكان مخفي وسري بنشوف مجموعة من الناس المجهولة بيجهزوا حاجة خطيرة جدا. الناس دي عصابة خطف وبيجهزوا أوضة صغيرة ومقبضة متصممة عشان يحبسوا فيها حد. واضح جدا إنهم ناويين يخطفوا شخص في أقرب وقت. التناقض ده بين الحفلة الفخمة والنشاط الإجرامي المستخبي بيأسس للصراع الأساسي في الفيلم، وهو الغنى قدام اليأس. بعد وقت قصير بنشوف توم حاضر معرض علوم في حديقة سنترال بارك. هو هناك مع مراته كيت وابنهم الصغير شون. كيت كانت واحدة من الحكام في المعرض ده، وهم ماشيين بيتفرجوا في المعرض شون بيبدأ يتشتت ويسرح بعيد. بيقول: إيه البتاع الكبير ده؟ أبوه بيرد: ماشي يا حبيبي. الولد بيبدأ يبعد خطوة خطوة عن أبوه وأمه من غير ما ياخدوا بالهم. تفتكر إيه اللي هيحصل؟ بعد لحظات بسيطة شون بيتخطف على إيد مجموعة من المجرمين. الناس اللي متورطة في الجريمة دي فيهم واحدة اسمها ماريس كونر، ست شغالة في تجهيز الأكل وكانت بتدخل بيت عيلة مولين في الحفلات. وفي كمان أخين كلارك وكوبي بارنز، والاتنين ليهم سوابق في أعمال إجرامية قبل كده. آخر واحد في العصابة هو مايلز روبرتس، راجل شاطر جدا في الكمبيوتر والتكنولوجيا. العصابة كلها على بعضها بتمسك شون وبيرموه في ظهر عربية فان بيضة وبيطيروا بيها بسرعة البرق. طباخة واتنين رد سجون وواحد بتاع تكنولوجيا. ده مش فيلم اوشن 11 خالص، دول شوية هواية ياسين. توم وكيت في لحظة بيكتشفوا إن شون مش موجود. بيجي لهم حالة رعب وبيبدأوا يجروا في كل حتة وبينادوا على اسمه وبيدوروا عليه بانهيار وسط الزحمة، بس شون اختفى تماما، مش لاقينه في أي مكان. بعد شوية وقت وهم في البيت العصابة بتتواصل معاهم عن طريق إيميل. بيبعتوا رسالة فيديو بتوري شون متغمي ومربوط بسلاسل في سرير، شكله مرعوب ومكسور الجناح تماما. بيقول لهم: إياكم تدخلوا البوليس أو المباحث الفيدرالية، لو عملتوا كده الشخص اللي بيتكلم في الفيديو بيستخدم مغير صوت، وده بيخلي مستحيل حد يعرف هويتهم. بيطلبوا فدية 2 مليون دولار وبيحذروهم إن لو البوليس أو الإعلام اتدخل شون هيتقتل. بيقول لهم: إياكم تبلغوا الإعلام وإلا هقتله. بس يا ترى توم هيسكت؟ رغم إن التهديد خطير جدا توم وكيت بيحسوا إنهم مش هيقدروا يواجهوا المصيبة دي لوحدهم، عشان كده بيقرروا يكلموا المباحث الفيدرالية. وعشان ما يلفتوش الانتباه عملاء المباحث بيوصلوا شقة عيلة مولين وهم متنكرين في لبس عمال صيانة. الفريق ده بقيادة العميل لوني هوكنز ومعاه كيمبر ويلش وجاك سيشلر وديفيد. أول ما بيدخلوا العميل هوكنز بيسأل الزوجين لو حابين يتفاوضوا مع العصابة ولا يدفعوا الفدية وخلاص. توم كان واخد قراره من بدري، هو جهز شنطتين كبار مليانين فلوس وجاهز يسلمهم أول ما تجيله تعليمات من العصابة. رد فعل توم السريع إنه يدفع بيبين إنه متعود إن فلوسه بتحل كل مشاكله، بس هل هتنفع المرة دي؟ في نفس الوقت وفي مخبأ العصابة في بروكلين واحد من أفراد المجموعة اسمه كوبي بيبدأ يحس بالذنب، حس بصعبانية عشان أذى شون، فبيجيب كرسي ويقعد جنبه وبيديله شوكولاتة ياكلها. بس الست اللي اسمها ماريس بتزعق لكوبي جامد عشان مجرد إنه حس بالذنب وبيحاول يخلي الولد يحس بأمان. بتقول له: أنت بتعمل إيه؟ الولد عجبك؟ عايز تتعرف عليه وتعمل معاه علاقة محبة؟ كوبي هو الوحيد اللي عنده ضمير في عملية الخطف اللي باظت دي، ودي تعتبر حرفيا شهادة وفاته. باقي العصابة كمان بيأيدوا كلام الست وبيقولوا إن كوبي مش المفروض يلعب الألعاب دي مع الولد لأن الموضوع أخطر مما هو متخيل. بس كوبي شايف إن الولد مستحيل يفتكر وشوشهم أصلا لأنه متغمي. كلارك أخو كوبي بيجي في صف كلام الباقي، بس أكيد هو بيحمي أخوه ومش عايز حد من التانيين يقلل من احترامه. نرجع لشقة مولين. توم بياخد العميل هوكنز في حوار خاص بيكشف له سر خطير من ماضيه من سنين فاتوا. وقت أزمة مع النقابة توم دفع رشوة لزعيم نقابة عمال قوي جدا عشان يوقف الإضراب، وبسبب الدفعة غير القانونية دي زعيم النقابة دخل السجن. بس توم عمره ما تعاقب ولا حتى توجه له اتهام، ودلوقتي هو بيسأل نفسه هل غلطة الماضي دي ليها علاقة بخطف ابنه؟ وعشان يتأكدوا من الخيط ده هوكنز بيرتب مقابلة بين توم وزعيم النقابة المسجون، وبعد ما بيتكلموا بيبان جدا ان الراجل ده ملوش اي علاقة باختفاء شون. توم بيزعق: ابني فين؟ الراجل بيرد: ايه وانت يا ابن
جاي تتهمني؟ البوليس بيسلكوه بيقول له ابعد عنه. بعد كده نرجع لكوبي اللي لسه عايز يخلي الولد يحس انه احسن، فبيقرر ينزل يشتري شوية كورن فليكس وشرايط فيديو، وبيمشي لكشك قريب على الناصية، وهو مش واخد باله خالص ان في ضباط بوليس واقفين بره شغالين على قضية تانية ملهاش علاقة بيه. المحقق جيمي شاكر وزميله جوه المحل بيحققوا مع راجل لسه محاول يسرق المكان. المحقق بيقول له شفت دي قبل كده؟ الحرامي بيرد لا. المحقق بيقول له هدور على بصماتك عليها. الحرامي بيقول له لا. وهم بيتكلموا مع المشتبه فيه، الراجل بيلاحظ ان كوبي بيتصرف بطريقة غريبة وبيراقبه بشك، في حاجة في كوبي مش مظبوطة. بعد التحقيق جيمي بيسيب المحل مع زميله، بس بعد كام دقيقة بيرجع في هدوء وبيبدأ يمشي ورا كوبي من غير ما حد يحس بيه. جيمي بيمشي وراه في السر لحد ما يوصل للمخبأ. أول ما بيوصل بيتسحب جوه وبيعدي من قدام الأوضة المقفولة اللي شون محبوس فيها، وفي لحظة تصدمك جيمي بيطلع مسدسه وبيصوبه على دماغ كوبي. وهنا بنكتشف المفاجأة الكبيرة، جيمي المحقق بتاع البوليس هو في الحقيقة زعيم عصابة الخطف دي. صدمة صح، الضابط هو الشرير. وفي ثانية اللعب كبر والخطر بقى في السماء. جيمي بيزعق لكوبي بغل وبيقول له ان مشواره للمحل ده كان استهتار وممكن يبوظ كل حاجة. جيمي بيقول ان كوبي محظوظ ان محدش خد باله ان في مجرم معروف ماشي يشتري اكل اطفال. بيقول له كنت هتنيل ايه بشرايط الفيديو دي؟ انطق. بالليل بنشوف ماريس وجيمي في السرير وبنفهم انهم مرتبطين وانها هنا عشانه هو. هي بتشتكي له ازاي ان لا كوبي ولا الباقيين بيحترموها وانها شايفة ان الفريق كله مستهتر، وبتسأله ليه جيمي كان مضطر يخليهم يشتركوا في الخطة. بتقول له احنا محتاجينه في ايه؟ ليه؟ احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا. نرجع لشقة مولن. جيمي ولسه بيستخدم صوته المتغير بيتصل تاني وبيدي تعليمات جديدة عشان تسليم الفدية المطلوبة. المباحث الفيدرالية بتحاول تتتبع المكالمة، بس جيمي بيستخدم تكنولوجيا متطورة عشان يمنع محاولاتهم. تكنولوجيا جيمي بتعطل المباحث، حاجة تخلص المصلحة. بس يا سيدي احنا في التسعينات والاختراق ايامها كان عامل زي السحر. العملاء بيقترحوا يستخدموا طعم واحد شبه توم عشان يسلم الفلوس، بس توم بيرفض، بيصمم انه يعمل ده بنفسه. المباحث بتوافق وبيخبوا ميكروفون صغير في هدوم توم عشان يسمعوا كل حاجة وقت التسليم. توم مصمم يوصل الكاش بنفسه. كبرياء ده ولا غريزة الأب؟ في الحالتين ده تهور أعمى. وسط كل ده جيمي والعصابة بيجهزوا عشان يمشوا، وكوبي بيروح تاني لشون وبيطمنه انه خلاص قرب يرجع لحضن عيلته وان ده هيحصل قريب جدا. بيقول له هانت يا بطل خلاص بتخلص. وبعدها بشوية توم بيسوق عربيته لأول نقطة مقابلة. لو لسه مكمل معايا لحد هنا ومشدود اخبط لايك يا معلم واشترك في القناة عشان اللي جاي هيولع نار. أول ما بيوصل هناك بتجيله مكالمة على تليفون العربية بتقول له يروح صالة ألعاب رياضية. أول ما بيدخل جيمي بيأمره ينط في حمام السباحة. في القاع توم بيلاقي مفتاح دولاب أمانات، بس المية بتخلي الميكروفون السري يعطل ويبوظ. المباحث بتقول تتبعوا أي حد خارج من المبنى. بعد ما بيطلع من المية توم بيستخدم المفتاح عشان يفتح الدولاب. جوه بيلاقي جهاز لاسلكي وطقم هدوم جديد. بيجيله أمر يغير هدومه وينقل الفلوس في شنطتين قماش كبار. بينفذ اللي اتطلب منه وبيلاقي عربية مستنياه بره. الشنط الأصلية اللي كانت مليانة فلوس اتثابت هناك ودلوقتي بقت بره سيطرة المباحث الفيدرالية. والنهار بيقلب ليل. توم بيفضل سايق وجيمي ماشي وراه في السر في عربية تانية. على اللاسلكي جيمي بيبدأ يجر شكل توم ويستفزه وبيقول له إنك دايما بتستخدم الفلوس عشان تحل مشاكلك، بالضبط زي ما عملت لما دفعت رشوة لزعيم النقابة. بيقول له بقول لك أنا شفت إعلانك على التلفزيون، مش بطال وحلو قوي بس خليني. توم بيحاول يسأل عن ابنه أو يتكلم مع شون، بس جيمي بيتهرب من الأسئلة. استفزاز جيمي لتوم على اللاسلكي ده قمة شماتة الأشرار. واضح إن في حد مستمتع بالموضوع بزيادة. توم بيتخنق وبيركن على جنب. إشارة اللاسلكي بتضعف وده بيخلي توم يدرك إن جيمي أكيد قريب منه وماشي وراه. توم بيسوق تاني والإشارة بترجع تقوى. جيمي بيقول يا لها من مدينة. بعدها جيمي بيأمره يطلع بره الطريق الرئيسي ويروح لمحجر صخر. بيقول له إن أول ما توم يسيب الفلوس هياخد العنوان اللي شون محبوس فيه. في المحجر كوبي بيظهر وهو راكب بيتش باجي وبيطلب الفلوس. توم بيطلب منه المكان اللي اتفقوا عليه بس كوبي بيطنش كلامه وبيحاول ياخد الشنط. بيقول له عايز تشوف ابنك تاني يا عم يبقى تديني الفلوس. فجأة طيارتين هليكوبتر بيوصلوا شايلين فرقة قوات خاصة وبيحوطوا المكان كله. كوبي بيتفزع وبيحاول يهرب بالفلوس، وهو بيسوق بيبدأ يضرب نار على الضباط وبيسيب واحد فيهم. قناص من طيارة بيضرب كوبي في رقبته وبيوقعه من على المكنة. قائد القوات الخاصة بيكلم القيادة ويقول يا نهار اسود عندنا ضابط اتصاب. توم بيجري عليه وهو عنده أمل إن كوبي يكون لسه عايش ومستعد يتكلم، بس كوبي بيكون متصاب جامد وبيموت من غير ما ينطق ولا كلمة. توم بيصرخ هو فين؟ عملته فيه ايه؟ توم بيفقد أعصابه وبيلوم المباحث الفيدرالية إنهم قتلوا الشخص الوحيد اللي كان ممكن يوصلوه لابنهم. بيصرخ فيهم انتوا قتلتوا ابني. العميل هوكنز بيحاول يهدي توم، بيفهموه إن رغم إن كوبي مات هم دلوقتي عرفوا هويته. كوبي مجرم على قده، كان دايما بيشتغل مع أخوه الكبير
كلارك بارنز. كلارك أخطر ومخضرم أكتر في الإجرام. العملاء مقتنعين إن الوصول لكلارك هو دلوقتي أحسن فرصة عندهم عشان ينقذوا شون. بيقول له ده العقل المدبر في العيلة، وإحنا كمان عارفين إنه مستواه أعلى بكتير في سلسلة الإجرام. بس اللي حصل بعدها قلب الدنيا. نرجع للمخبأ. كلارك منهار تماما بعد ما خسر أخوه الصغير، مليان غضب وما بقاش عايز يكمل في الخطة. بيقترح إنهم يقتلوا شون ويهربوا. ماريس بتوافق الرأي لأنها شايفة إن الخطة بتنهار. بتقول أنا اتكشفت ومش هقدر أرجع لحياتي تاني، عايزني أعمل إيه؟ قول لي أنت. بس جيمي اللي لسه مسيطر بيرفض كلامهم هما الاتنين، وبيقول إن الخطة لسه ما خلصتش. بيقول لهم أنا دخلتكم معايا في الليلة دي عشان عندكم عقل وقلب ميت. بيصمم إنهم لسه هياخدوا الفدية من توم مهما حصل. بيقول الواد هيموت لما نكون مش محتاجينه خلاص. في نفس الوقت في شقة توم الفخمة القنوات الإخبارية بتبدأ تذيع خبر خطف شون وتسليم الفدية. القصة بتنتشر بسرعة الصاروخ وبتظهر على كل قنوات التلفزيون. الناس كلها دلوقتي عرفت الحكاية. توم كمان بيفتكر اللي حصل مع كوبي وإزاي كوبي كان مستغرب جدا لما سأله عن عنوان شون. كان باين إنه مش فاهم توم بيتكلم عن إيه أصلا. ودلوقتي توم بيبدأ يشك هل جيمي أصلا هيلتزم بالاتفاق ويرجع شون بعد الفدية، وعشان كده بيقترح إنه ما يدفعش الفدية ويدور على طرق تانية يرجع بيها ابنه. بيقول لو اديناله اللي عايزه هيقتل شون. هوكنز بيقول له يا توم انت لازم تلعب على الاحتمالات يا صاحبي. وسط كل ده جيمي بيكلم توم تاني. المرة دي بيديله تعليمات جديدة عن المكان اللي هيسيب فيه فلوس الفدية. بيقول له هي دي الطريقة اللي عايز تلعب بيها؟ انت هتخزوقني يا توم. في الأول توم بيمشي على التعليمات الجديدة، بس بسرعة وبعد ما بيسمع كلام جيمي بيغير رأيه تماما. جيمي بيقول له مفيش مباحث وتدفع لي والموضوع كان هيخلص من غير مشاكل. دلوقتي احنا بقى عندنا سيرك ابن كلب بره. توم ساعتها بيقول لجيمي يفتح القناة ال5 ويتفرج على الأخبار الكام ساعة الجاية، وبعد ما بيقول الكلمتين دول بيقفل السكة في وشه. فاكرها سهلة، طلعت كارثة. في ثانية توم بيروح لمحطة أخبار محلية. أول ما بيوصل بيقتحم النشرة الإخبارية العادية. بيقعد ورا المكتب وكل ال2 مليون دولار بتوع الفدية محطوطين حواليه عشان كل الناس اللي بتتفرج تشوفهم. وبيبص للكاميرا مباشرة وتوم بيعمل تصريح جريء وصادم. بيقول إنه مش هيدفع الفدية. بيقول للخاطف دي أقرب مسافة هتشوف فيها الفلوس وعمرك ما هتطول دولار واحد منها. بدل ما يستسلم لطلبات الخاطف توم بيحول الفلوس لمكافأة عامة للشعب. بيقول للناس إن أي حد هيساعد في القبض على الخاطب أو حتى يقتله هياخد المبلغ ده كله. حركة توم على التلفزيون دي قلب ميت، بس برضه ضربة حظ، يا إما عبقرية يا إما انتحار. توم بيأكد إن الخاطب عمره ما هيلمس دولار واحد، بس مع كده بيقول إن لو شون رجع سليم هو هيلغي المكافأة دي. فبيقول له يعني أنت لسه قدامك فرصة تعمل الصح. توم بيرجع بيته بعدها ومراته وهوكنز في حالة صدمة من اللي عمله. ما كانوش متوقعين إنه يعمل حركة خطيرة زي دي أبدا، بس توم متمسك بقراره وبيقدر يقنع مراته إن دي الطريقة الوحيدة عشان ينقذوا ابنهم. بيقول لها بس أنا عارف إني لو اديته الفلوس هيقتل شون، وأنا كنت هعمل كده لو مكانه. هو متأكد إن العصابة لو خدت الفلوس هيقتلوا شون في كل الأحوال. توم بيقول إن تصرفات كوبي وقت أول تسليم خلاه يتأكد إن دي هتكون النهاية الأكيدة. وهنا الموضوع خرج عن السيطرة. في المخبأ الدنيا بتخرب وجيمي بيبدأ يفقد السيطرة على المجموعة. باقي العصابة بيترعبوا بعد ما بيشوفوا الأخبار بتاعة المكافأة، ودلوقتي بقوا مصممين أكتر من أي وقت إنهم يقتلوا شون. بس جيمي بيلحق الموقف في الوقت المناسب وبينقذ شون وبيقول لهم إن لسه ما جاش وقت قتل الولد. بيزعق نام على الأرض، عايز تفضل تحت كده على طول يا حشرة، محدش ينسحب ويسيبني، انتوا عارفيني. جيمي بيشوف إن الأمور بتفلت من إيده فبيحاول يرجع السيطرة بخطة جديدة. بيبعت رسالة في السر لكيت مرات توم. في الرسالة بيقول لها تقابلوا لوحدها في كنيسة قديمة مجددة الساعة 2 الصبح وما تقولش لتوم على الموضوع ده. بيقول لها لو أستاذ مولين عرف بالموضوع ده مش هيحصل. طيب تفتكر هتروح؟ لما كيت بتوصل الكنيسة جيمي بيكون لابس ماسك تزلج بيظهر فجأة بيرعبها وبيهددها إنه هيشرح شون لو ما دفعوش الفدية، وعشان يخلي تهديده حقيقي بيديها قميص شون اللي كله دم. كيت بتتلعب وبترجع البيت في حالة صدمة وباين جدا إنها اتعقدت من اللي شافته وسمعته. بعد اللي حصل ده بتبدأ تشك في قرار توم وما بقتش متأكدة إن رفض دفع الفدية ده هو التصرف الصح. هوكنز بيلاحظ ده وبيحاول يقنعها إن دفع الفدية هو الطريق الآمن عشان يرجعوا شون، بس توم لسه مش بيستسلم. بالعكس بيخرج بره وبيكلم مجموعة الصحفيين اللي واقفين قدام بيتهم بالظبط وبيعمل إعلان تاني مفاجئ. المكافأة دلوقتي اتضاعفت ل4 مليون دولار. ضاعف المكافأة ودلوقتي الموضوع بقى شخصي وغرور جيمي مستحيل يعدي الليلة دي. دلوقتي جيمي بقى يائس أكتر، بيتصل بتوم تاني وبيخلي شون يتكلم لكام ثانية عشان يثبت له إنه لسه عايش. وبعدين جيمي بيطلب فلوس الفدية تاني، بس لا جيمي ولا توم عندهم استعداد يتراجعوا. جيمي بيقول له قدامك فرصة أخيرة عشان تدفع له، إما عمرك ما هتتكلم معاه تاني. كلامهم بسرعة بيقلب لخناقة وزعيق. في آخر المكالمة جيمي بيصرخ إنه هيقتل شون، وعشان يرعب توم وكيت أكتر
بيضرب نار من مسدسه في الحيطة وبعدين بيقفل السكة. بيقول له عايزه؟ توم بيرد أيوة. جيمي بيقول له عايزه؟ روح هاته. توم وكيت بيفضلوا واقفين في رعب ومش عارفين هل ابنهم لسه عايش ولا لا. نرجع للمخبأ. خطة الخاطب بتنهار تماما. جيمي بيمشي لمغسلة قريبة بيحاول يفكر هيعمل ايه بعد كده. في نفس الوقت كلارك ومايلز بيبدأوا يعبوا عربيتهم الفان البيضة وبيجهزوا نفسهم عشان يهربوا. جوه البيت ماريس بتبدأ تفكر تاني انها تقتل شون، وهو قاعد في المغسلة جيمي بتجيله خطة يأس أخيرة. بيستخدم اللاسلكي بتاع البوليس عشان يبعت نداء طوارئ مزيف، وبعدين بيجري لبره بيطلع الشارة بتاعته وبيمثل انه بيقبض على كلارك ومايلز، بس هم بيفهموا بسرعة انه بيخونهم. خطة القبض المزيفة بتاعت جيمي كانت عك، واليأس بيخلي حتى المجرمين الأذكياء إغبياء. بيحاولوا يهربوا بالعربية الفان، بس جيمي بيضرب نار وبيقتلهم هما الاتنين. وعشان يخلي الموضوع يبان انه دفاع عن نفس بيحط مسدس مستخدم على جثة مايلز. في اللحظة دي ماريس بتخرج من البيت وبتشوف اللي حصل ده. في قمة الغضب والصدمة بتضرب جيمي بالنار في كتفه. رغم انه متعور وبيتوجع، جيمي بيرد عليها بضرب النار وبيقتلها. ضباط البوليس بيوصلوا بعد شوية. جيمي بيتسند وبيرجع جوه البيت وبيقعد جنب شون. بيطلب المساعدة على اللاسلكي وبيمثل انه لسه لاقي مكان الخاطب وانقذ شون. بيفضل جنب شون لحد ما فرقة الطوارئ بتوصل وبتدخل البيت. بيزعق حاسب حاسب حاسب، انا ظابط، وقف ضرب نار، أنا ظابط. جيمي بيمثل دور البطل بعد ما قتل فريقه كله بجاحة ملهاش وصف، بس للأسف ذاكرة شون ما اتمسحتش. بعد وقت قصير توم وكيت بيسمعوا الأخبار، بيجروا على المكان عشان يشوفوا ابنهم، ولحسن الحظ شون لسه عايش. توم بيشكر جيمي اللي كان بيتنقل لعربية الإسعاف عشان إنقذ ابنه. بيقول له شكرا، انت في أمان دلوقتي. الولد بيعاني عشان يرجع لحياته الطبيعية، بيخاف من الضلمة وبيتعب من النور العالي لأنه كان متغمي أغلب الوقت اللي كان محبوس فيه. أبوه بيقول سيب النور شغال. لا، هنسيبه شغال. بعد كام يوم جيمي بيزور شقة توم عشان ياخد المكافأة ال4 مليون دولار. توم بيوافق يديها له وبيعزم جيمي يدخل مكتبه عشان يكتب له الشيك. بس وأول ما توم بيبدأ يكتب، جيمي فجأة بيسأله سؤال جد قوي. بيقول له ممكن أسألك سؤال شخصي؟ توم بيرد أكيد، وجيمي بيقول له ليه ما دفعتش الفدية؟ توم بيجاوب بصراحة وبيقول إنه ما قدرش يدي فلوس لشخص قاسي وشرير زي الخاطف ده، وبيقول كمان إن لو الموقف ساء أكتر كان ممكن يكون مستعد يدفع 10 أضعاف المبلغ ده بس عشان يرجع شون بالسلامة. وهم بيتكلموا شون بيدخل الأوضة وبيقول واقف على الباب لما بيلاحظ إن أبوه معاه ضيف. أبوه بيقول إحنا كلنا متوترين شوية الأيام دي. بس بعد لحظات الولد بيلمح جزء من وش جيمي وبيسمع صوته المميز، وده بيرجع له كل الذكريات المرعبة. فجأة شون بيتصلب من الخوف وبيعمل حمام على نفسه. رعب شون الصامت ده كان هو كشف الحقيقة اللي محتاجينه من غير ولا كلمة. ده رعب خام. توم بيلاحظ رد الفعل ده بطرف عينه، وكمان بيفتكر إنه سمع في الأخبار إن ماريس احتمال ما كانتش بتشتغل لوحدها، فبيحس إن الخيوط كلها بتتربط ببعضها أخيرا. بيقول له ربنا يبارك لك. وسط كل ده شون بتدخل الأوضة وبترحب بجيمي بحضن دافي وابتسامة. جيمي ما كانش قدامه حل غير إنه يرد على شكرها ده. كيت وهي بتحضن جيمي، دي مفارقة قاسية جدا، إن الراجل اللي عذب ابنها بياخد حضن الأبطال. المنظر ده بيدي شون أرعب إحساس ممكن يحسه في حياته، وتوم بيتأكد 100% إن جيمي متورط في الخطف. كيت بتقول فاطمة ممكن تنزلي تساعديني في شوية حاجات تحت، بس الغلطة دي هتغير كل حاجة. شون بيسيب الأوضة في هدوء من غير ما حد يلاحظ، بس خلاص الضربة حصلت. توم بيبدأ يحس بالقلق وبيقول له طيب أكيد عايز تتوكل على الله دلوقتي. بيدي جيمي الشيك بس إيده بتتردد، وجيمي بيحس إن في حاجة غلط. بسرعة بيفهم إن توم احتمال يكون عارف الحقيقة، إن جيمي كان واحد من العصابة. عشان يحمي نفسه جيمي بيطلع مسدس وبيؤمر توم يكلم البنك ويبعت الفلوس على حسابه بدل الشيك. توم بيوافق بس بيقترح بهدوء إنهم يروحوا البنك سوا. بيوعدوا إن بعد ما الفلوس تتحول جيمي يقدر يسيب البلد. جيمي بيفكر ثانية وبعدين بيوافق، وقبل ما يمشوا بيهدد توم إنه ممكن يرجع في يوم من الأيام عشان يقتل شون. بيقول له أنا خدت رصاصة ودلوقتي أنت هتحاول تنصب عليا في فلوسي. بعد شوية بيسيبوا الشرقة سوا، وفي العربية توم بيمثل إنه بيكلم شركة طيارات خاصة لجيمي، بس هو في الحقيقة بيكلم هوكنز والمباحث. بيقول لهم إنهم هيقفوا في البنك قبل ما يروحوا المطار. جيمي بيبدأ يشك، بس قبل ما يقدر يسمع المكالمة توم بيقفل. بيقول هبقى أشرح لك كل حاجة بعدين، كلم كيت، سلام. لما بيوصلوا البنك بيستقبلوهم عادي جدا. توم بيحول الفلوس لحساب جيمي، كل حاجة شكلها طبيعي، بس دي مجرد طريقة عشان يعطلوا ويكسبوا وقت. توم بيقول خلصوا له الراجل ده فلوسه، وجيمي بيقول له شكرا جدا. توم بيرد مفيش مشكلة،
دوس انتر وتبقى بتاعتك. المباحث كانت بلغت البوليس ان جيمي متورط في الخطف، واول ما توم وجيمي بيخرجوا من البنك ضابطين بيحاولوا يقبضوا على جيمي، بيقولوا له ممكن نتكلم معاك ثانيه يا باشا؟ بيرد لا، بيقولوا له احنا مضطرين نحتفظ بيك. بس هو بسرعه بيطلع مسدس وبيضرب الضابطين بالنار وبيجري على الشارع. توم بيجري وراه وبينتهوا بخناقه ضرب قدام محل. في وسط الخناقه توم بياخد مسدس جيمي وبيصوبوا عليه. ضباط البوليس بيوصلوا وبيزعقوا لتوم عشان يرمي السلاح، بس جيمي رغم انه متصاب جامد بيمد ايده عشان يسحب مسدس تاني كان مخبيه في رجله. البوليس بيزعق نزل السلاح يا توم، نزل السلاح. توم بيشوف جيمي كان هيعمل ايه وبيضرب طلقه واحده. في نفس اللحظه هوكنز بيضرب 3 طلقات كمان وكلهم بيجوا في جيمي وبيقتلوا. هوكنز اداله 3 طلقات ورا بعض، وده ضرب بزياده بس يشفي الغليل، مفيش نهايات مفتوحه. بعديها بشويه كيت بتوصل وهي وتوم بيمشوا سوا والبوليس بيسيطر على المكان. الفيلم بيخلص واحنا بنشوف الزوجين اللي صمدوا دول بيحضنوا بعض واخيرا اتحرروا من تهديد وجود جيمي ده ابدا. ايه رايك في اللي عمله توم في الاخر؟ كنت شايفه يستاهل يقتله بنفسه ولا كان يسيبه للبوليس؟ انزل واكتب رايك في الكومنتات وقول لي مين فيهم كان الصح من وجهة نظرك. القصه خلصت، اشوفكم في حكايه جديده.